التمر. انا مسيحي انا مسيحي انا مسيحي. اتكل على الله، اتكل على الله يا باشا. الناس اللي بتقول لك اوعى تفطر على تمر عشان ده حاجه غلط، حابب اوجه لكم رساله مهمه جدا. اول حاجه لازم تعرفها ان التمر هو سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان انت تفطر على حبه او 3 حبات اول حاجه جسمك يتعرض لها بعد مرحله التجويع او الصيام. وعشان اثبت لكم صحه كلامي قررت ان احنا دلوقتي في دبي مول هنعمل تجربه على ارض الواقع، نشوف الناس اللي موجوده دي رايحه فين وجايه منين، وهجيب واحد عشوائي. مفيش اي حد معدي دلوقتي اهو. لقينا كابتن تعالى بعد اذنك دقيقه واحده. حبيبي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ دلوقتي في مقوله بتقول ان الناس بتفطر في رمضان على تمر، دي مقوله غلط. انا حبيت اثبت الكلام ده واقول ان كل الناس لا مستعجل فين بس مش هينفع. انت منين الاول؟ انت منين الاول؟ طب هو مبدئيا مفيش مصري هيقل مع مصري في الغربه، احنا في الامارات وفي دبي مول، فلازم اعمل معاك الصح. تيجي لي فين بس؟ تعالى واحده واحده. انت دلوقتي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي اهو انت راجل صايم في دبي مول، ساعه فطار ماشي، لازم افطرك واعمل معاك الواجب. التمر دلوقتي انت عمرك فطرت على تمر ولا ما بتفطرش على تمر؟ بفطر على تمر، بس هروح مشوار وهجيلك. طب ما التمر موجود اهو. عندي ميه بعسل ممكن تاخدها كده. احنا دلوقتي المغرب اذنت، هجيب لك كوبايه ميه بعسل. مش هسيبك يا بيه، مش هسيبك. ادي العسل اهو. انت عارف كام واحد في مصر عايز يدوق العسل ده وانت مش عاجبك؟ يا حبيبي هجيلك، بس انا هجيلك. انت مش عاجبك؟ ما هو العسل وراك اهو، المغرب اذن. دقيقه واحده هجيب لك تمرين. انا مسيحي انا مسيحي تمام. هفطر معاك يوم تاني تمام، ونظبط الدنيا. حتى لو مسيحي برضه هفطرك. طب والله ما انت ماشي. طب ماشي، بس مش عسل بقى. امال عايز تفطر ايه؟ كباب بقى، لحمه بقى، فراخ بقى، فطار بقى. اتكل على الله، اتكل على الله يا باشا، اتكل على الله يا باشا، اتكل على الله يا باشا، اتكل على الله. انا بعمل خير هيطلع عليا. اتكل على الله يا باشا، اتكل على الله. على السلامه، على السلامه. ودلوقتي اوعى تعمل خير وتفطر حد، هتلبس في الحيطه. اللي عايز يفطر تمر يفطر، اللي عايز يفطر بقى بعسل يفطر براحتكم. كل سنه وانتم طيبين. سلام.